السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا دكتورة ميسة العسلي ودي قناتي على اليوتيوب. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد إن شاء الله. فيديو النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيه عن الزبادي. هنتكلم عن الزبادي البيتي وزبادي الشركات والزبادي اليوناني وإيه الفرق ما بينهم، وليه الزبادي اليوناني دايما أعلى في السعر من الزبادي العادي، وأسئلة كتيرة جدا هنجاوب عنها في الفيديو إن شاء الله. تابعوا الفيديو للآخر. اولا كده الزبادي اسمه ايه؟ اللي احنا بنسميه عندنا في مصر زبادي، اللي في بعض الدول العربية اسماء تانية كتيرة جدا زي اللبن والروب والرايب والخاسر واليوجرت. ازاي بيتم الحصول على الزبادي؟ طبعا الزبادي بيصنع من اللبن. احنا عندنا اغلب الالبان الموجودة في السوق او كلها عبارة عن لبن بقري، مصنوعة من لبن بقري. لكن احنا لما هنيجي نعمله في البيت الزبادي في البيت هنعمله من لبن جاموسي او لبن خليط جاموسي على بقري، وهنعرف السبب ليه ان شاء الله في الفيديو. طيب، يبقى اولا كده بنجيب اللبن بنضيف له بكتيريا نافعه وبروبيوتيك، وبنبدا نحطه في مكان دافي علشان يتخمر. وقت التخمير ده بيختلف على حسب حاجات كتير، يعني على حسب كميه الماده البديعه او الخميره او الزبادي التاني اللي احنا حاطينه، وطبعا على حسب درجه الحراره وعلى حسب حاجات تانية. في فصل الشتاء ممكن يوصل ل 8 ساعات، في فصل الصيف 3 إلى 4 ساعات كفاية جدا، لأنه كل ما زادت فترة التخمير الزبادي بيكون طعمه لاذع أكتر أو حمضي أكتر. طيب إزاي بنوقف عملية التخمير؟ عن طريق طبعا إن احنا بنقلل درجة الحرارة وبنبرد المنتج أو الزبادي. مع التبريد هيقف التخمير أو على الأقل هيكون أكثر بطئا. ايه الفرق بين الزبادي البيتي وزبادي الشركات؟ اول فرق زي ما قلنا ان زبادي الشركات مصنوع من لبن بقري اهوت، زبادي بقري طبيعي كامل الدسم. اي زبادي موجود في الماركت هو زبادي بقري، في حين ان الزبادي اللي بنعمله في البيت يا اما بنعمله بلبن جاموسي او لبن مخلط جاموسي على بقري. ده لان احنا لما بنعمله في البيت لازم نعمله كده علشان يطلع متماسك معانا، لان احنا لما عملناه بلبن بقري بس مش هيطلع متماسك زي بتاع الشركات. طب ليه زبادي الشركات بيطلع متماسك بالقوام والشكل اللي احنا بنشوفه؟ السر في الإضافات. تعالوا نشوفوا كده هما كاتبين ايه أصلا على العلبة. المكونات طبعا حليب بقري مبستر، حليب معاد تكوينه، مثبتات غذائية طبيعية. هي دي مثبتات غذائية طبيعية، اللي هي عبارة عن اي 440 واي 471 واي 1442. ايه ده؟ ايه الحاجات دي؟ قبل ما تشتري اي حاجة بص على العلبة كويس وافهم كل كلمة مكتوبة عليها. تعالوا نفهم ايه اللي مكتوب على العلبة ده. عندنا الاي 440 ده اسمه البكتين، ده مسحوق ابيض مستخلص من الفواكه وبيستخدم لتحسين القوام. طيب ايه بقى اي 471؟ دي مادة مستخلصة اما من الدهون الحيوانية او من زيت فول الصويا، والدهون الحيوانية دي ممكن تكون دهن خنزير. تالت مادة مكتوبة اللي هي اي 1442، وده النشا المعدل، وده طبعا برضو بيساعد على تحسين القوام. يبقى هما مستخدمين هنا نشا معدل وبكتين ومادة مستخلصة من اللي هي الجليسرين ديت اللي هي مستخلصة من الدهون الحيوانية أو زيت فول الصويا. الحاجات دي كلها بتحسن القوام. يبقى هو حتى لو استخدم لبن بقري هو بيزود بيضيف إضافات بتحسن وتتقل وتظبط مع القوام. احنا لان احنا في البيت ما بنضيفش اي اضافات فمش هينفع ان احنا نستخدمه باللبن البقري. لو استخدمنا لبن بقري فقط مش هيطلع بالقوام ولا بالشكل المطلوب. ايه هو الزبادي اليوناني؟ الزبادي اليوناني هو زبادي مصنع على الطريقة اليونانية، مش مصنوع في اليونان ولا حاجة، لا هو مصنوع في مصر عادي بس هو مصنوع على الطريقة اليونانية. ايه هي الطريقة اليونانية في تصنيع الزبادي؟ بنجيب الزبادي العادي خالص دهوت وبنبدأ نصفيه تماما من اي سوائل موجودة فيه، اللي هو مصل اللبن او شرش اللبن. بنبدأ بقى نتخلص منه. يعني لو احنا مثلا نعمله في البيت فاحنا بنجيب مصفى او شاشة، وبنبدأ نتخلص من كل السوائل الموجودة في الزبادي العادي. حصلنا على زبادي يوناني. الزبادي اليوناني اكتر حاجة مميزة فيه هي نسبة البروتين اللي فيه. يعني لو جينا اي شركة مصنعة للزبادي اليوناني هتلاقي مكتوب كده على الغطا بتاعها من فوق نسبة البروتين.
هنا عندي نسبة البروتين مكتوب ان هو كونتين 10 جرام بروتين. في شركات تانية بتكتب 11 جرام، في 12 جرام، في نسب مختلفة في الشركات المختلفة. الجريك يogurt او الزبادي اليوناني دوت قلنا نسبة السوائل فيه قليلة جدا، بالتالي هو القوام بتاعه كريمي اكتر ومتماسك اكتر من الزبادي العادي. تعالوا نشوف كده مكتوب عليه ايه الزبادي اليوناني بتاعنا ده. بيقولك did you know، هل تعلم ان 1 cup of Greek yogurt، ان كوباية واحدة من الزبادي اليوناني بتساوي 20% من البروتين اللي انت محتاجه كل يوم. هو جريك يogurt للزبادي اليوناني لان هو strength immunity، يعني بيحسن المناعة، وفي نسبة عالية من البروتين، وان هو 100% natural، يعني طبيعي 100%، ونو added preservative، مفيهوش مواد حافظة. تعالوا نشوف بقى المكونات بتاعته ايه. طبعا زي ما قلنا لبن بقري اهوت مصنوع بالطريقة اليونانية. المكونات حليب بقري، بروتين حليب، مثبت غذائي طبيعي برضو طبعا عشان يحسن القوام وكده. ايه هو بقى المثبت الغذائي هنا؟ اللي هنا حاجة اسمها E1405. E1405 ده انزيم تريتد ستارش، يعني برشا معالج بالانزيمات. النشا ده مضاف ليه كمادة مثبتة عشان تحسني قوام الزبادي. في حاجة كمان في الزبادي، سواء كان جريك يogurt او اللي هو الزبادي اليوناني او الزبادي العادي، ان ده زبادي بلين، يعني زبادي سادة. احنا قلنا ان الزبادي اصلا بيتصنع في وسط حمضي، عندنا درجة الحموضة بتوصل ل4.4. الوسط الحمضي ده بيدي طعم لاذع شوية للزبادي. عشان يغيروا الطعم اللاذع ده بدأوا يضيفوا إضافات للزبادي زي قطع الفاكهة، بالخوخ بقى، بالفراولة، بالموز، بالعسل، بالبسكوت، بالسكر. حاجات كتير جدا ممكن تنضاف للزبادي. حضرتك لو رايح تشتري ما تشتريش أي حاجة من دي، اشتري فقط الزبادي السادة البلين اللي ملهوش أي إضافات خالص. طب حضرتك عايز تنكه الزبادي أو تغير طعمه هتعمل إيه؟ لو عندك قطع فواكه طازة في البيت ضيفها، لو عندك مربى بيتي ضيفها، لو عندك عسل ضيفه في البيت، لكن ما تشتريش حاجة أو زبادي مضاف إليه إضافات. حضرتك ضيف اللي انت عايزه براحتك. تعالوا بقى نفتح العلبة دي والعلبة دي ونشوف الفرق ما بينهم ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طبعا باين ان القوام بتاع دي قد ايه خفيف اهي، قوام خفيف. ندوق كده الطعم. بسم الله. الطعم اللي احنا عارفينه بتاع الزبادي. نشوف بقى علبة الجريك يوجرت او الزبادي اليوناني. بسم الله. طبعا هنا القوام تقيل، شايفين عامله ازاي؟ قوام تقيل. ندوق الطعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تقيله، تقيله جدا، لان احنا اصلا زي ما قلنا ان احنا الزبادي اليوناني ان احنا شلنا كل السوائل الموجوده في الزبادي العادي، فبالطبع بقت تقيله في القوام وتقيله في المذاق. مين ياكل الزبادي اليوناني ومين ياكل الزبادي العادي، وايهما افضل؟ الزبادي اليوناني قلنا ان نسبة البروتين فيه عالية، وبالتالي الناس الرياضيين فالزبادي اليوناني لهم افضل، محتاجين كمية عالية من البروتين. وكمان الناس اللي بتعمل دايت اللي محتاجة نسبة كربوهيدرات اقل او كده، فده مناسب ليهم لان هو تقيل وبيصد هيشبعهم. اما بقى لو بنستخدم الاستهلاك العادي للزبادي اللي هو الاستهلاك اليومي للزبادي الناس العادية خالص، فلا طبعا يستخدموا الزبادي اللي هو بتاع الشركات العادي ده. على فكرة علبة لبن يوناني اللي هي ديت تقريبا 150 جرام اهو، تفر كام؟ 170، دي 170 جرام. علبة زبادي يوناني 170 جرام عاملة 17 جنيه. انا ما لقيتش نفس الوزن من نفس الشركة، بس دي علبة ب2 جنيه ونص. يعني لو نفس الوزن 170 جرام زي دي تبقى تقريبا عاملة حوالي 5 جنيه ونص، 6 جنيه. تبقى دي عاملة حوالي 5 جنيه ونص، ودي 17 جنيه. طب ليه سعر الزبادي اليوناني أغلى من الزبادي العادي؟ ده شيء بديهي، لأن الزبادي اليوناني بنحتاج فيه كمية لبن أكتر، لأن احنا بس بناخد المواد الصلبة
ونتخلص من كل المواد السائلة الموجودة، وبالتالي فاحنا محتاجين كمية لبن اكتر. تاني حاجة، لان اكتر حاجة بتحدد سعر المنتج هو البروتين، كل ما كان البروتين عالي كان سعر المنتج اعلى. نشتري بقى زبادي يوناني شركات ولا زبادي عادي شركات ولا نعملهم في البيت؟ طبعا الافضل 100 مرة هي اي حاجة بتتعمل في البيت، لانها ارخص واوفر، لانها انضف واضمن. طريقة عملهم سهلة جدا جدا جدا. ممكن ان شاء الله فيديو تاني اعمل لكم ازاي نعمل الزبادي اليوناني والزبادي العادي في البيت، لكن النهاردة عشان مطولش عليكم كده الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى تكونوا استفدتوا، ولو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه باي معلومة ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.